السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده الحمد لله كده كان اخر يوم في امتحانات الشهادة الاعدادية. يعني كده تقريبا عدد كبير قوي منكم اخد الاجازة بتاعته لحد تانية ثانوي. اللي ناقص دلوقتي في الامتحانات بتاعتهم ان شاء الله اللي هي الثانوية العامة. ربنا يا رب كده يكبر بخاطرهم ويفرح قلبهم وقلب الاهالي يا رب. جاي بقى ندردش بقى مع الكل، مع بابا ومع ماما ومع ولادي كلهم. يا ترى هتعملوا ايه النهارده في الاجازه؟ بدايه من النهارده طبعا. في طبعا لسه بنقول في اولى ثانوي وتانية ثانوي مخلصين بقالهم شويه كده، واولى اعدادي وتانية اعدادي. فجايه بقى كده ندردش مع بعض. هتعملوا ايه في الاجازه؟ محدش يقول لي بقى اخيرا هنام وهصحى والكلام ده كله. انت واخد راحتك في النوم والكلام ده. الكلام ده مثلا هنسيبه بتوع تالتة اعدادي اللي هم لسه مخلصين دلوقتي. طب ولادنا بقى بتاع اولى ثانوي وتانية ثانوي، اولى اعدادي وتانية اعدادي، بقالكم كتير مخلصين. بقالكم يمكن 10 ايام تقريبا. فنمنا وريحنا والكلام ده كله. احب كده اخد منكم افكار كده. هتقضوا الاجازه بتاعتكم ازاي؟ وخصوصا دي اجازه كبيره. دي اكتر من 3 شهور. 6 7 8 وممكن نقول كمان اكتر من نص 9. يعني اجازه حلوه قوي. اسمع منكم كده افكار. طيب، انا برضو عايزه اشارك معاكم. انتوا عارفين انا مش هسيبكم. انا معاكم حتى في الاجازه. عايزاكم كده من ضمن الافكار انكم تحطوها اللي في دماغكم ان انتوا ان شاء الله في الاجازه ديت تشتغلوا. كلنا هنشتغل. ابو اولى اعدادي، تانية اعدادي، تالتة اعدادي، اولى ثانوي، تانية ثانوي. طبعا انا عارفه ان فيكم كتير او من اولادي بيشتغلوا. بس اللي ما كانش بيشتغل بقى يا ريت يا ريت ينزل يشتغل. وهنا بقى انا بحمس بابا وماما. يا ريت نسيب اولادنا ينزلوا يشتغلوا ويعتمدوا على الله ثم على نفسهم شويه. الشغل عمره ما كان عيب. الشغل كله ميزات، ما فيهوش تقريبا عيب واحد. ميزات كتير جدا. ومحدش يجي يقول لي بس احنا مش محتاجين شغل. مفيش حد فينا مش محتاج شغل. الاحتياج هنا مش شرط يكون مادي. الاحتياج هنا حاجات تانية كتير جدا. انا محتاجة ان ابني يبتدي يعرف ازاي يتعامل مع الناس. انا محتاج ابني ازاي يعرف يكسب قرش حلال. انا محتاج ابني يعرف ازاي القرش ده احنا بنتعب فيه عبال ما نجيبه. انا محتاج ابني ينظم وقته اكتر في ان هو في الشغل، انه لو راح متأخر كده هيتعمل له تأخير، كده يعني المرتب بتاعه هيقل. مجرد كل ده مكسب لينا كلنا. انا مش عايزة ابني يشتغل عشان الفلوس، لا. ومش عيب حتى لو نزل واشتغل عشان خاطر الفلوس. يشيل نفسه في الاجازه. عايز تيشيرت، عايز معرفش يروح يتمرن تمرين، الكلام مش عيب ان هم يشيلوا نفسهم. انا عارفه في ناس انهم كمان ممكن بيسفروا اولادهم بره يتعلموا. وفي الاجازات بيشتغلوا بره، بيشتغلوا شغلانات كتير جدا. واحنا هنا عندنا في مصر ولادنا يقدروا يشتغلوا شغلانات كتيره جدا. ممكن ينزل يشتغل كاشير في سوبر ماركت. ممكن يوصل طلبات لصيدليه. ممكن يشتغل في سايبر، ممكن يشتغل في محل ملابس، ممكن يشتغل في النادي. يقدم مثلا الطلبات، يشتغل مساعد لأي كابتن وهكذا. فمن فضلكم من فضلكم من فضلكم لازم كلنا نبقى دافع ورا أولادنا. عشان لما نيجي نحتاجهم فيما بعد نبقى نلاقيهم ولادنا ما شاء الله سند يعتمد عليهم. وعشان لما ينزلوا بعد كده في الكليات وينزلوا لسوق العمل يبقى احنا الحمد لله اكتسبنا خبرة. احنا مش لسه أول مرة نتعامل مع الناس. وعايزاهم كده لما اولادنا ينزلوا الشغل ان احنا على طول نحمسهم ونشجعهم ان هم برافو ان انت بتنزل حاجه زي كده. وان انت المرتب ده بتاعك يا حبيبي حوشه لنفسك. عايز تنزل تجيب لنفسك اي حاجه، عايز لما تيجي تسافر مع اصحابك يبقى معاك فلوس بزياده تجيب اللي انت عايزه وتروح وتيجي وهكذا. صدقوني القرش اللي ولادنا تعبوا فيه، ان انا صحيت بدري وركبت مواصلات ورحت الشغل والتزمت والكلام ده كله، كل ده هيرجع عليهم بالنفع. كل ده فيما بعد لما يجوا ياخدوا فلوس كده منكم هيعرفوا قيمة القرش. ان انا لا، مش اي قرش اخده لازم اصرفه في كله، لا. انا لازم اعمل لنفسي ميزانية. لازم هصرف جزء واخلي جزء لو احتجت حاجة. لا، انا هبتدي اشتغل على نفسي ان انا احوش من المصروف بتاعي او من الفلوس اللي بابا وماما بيدوهم لي، ان انا احوش واجيب حاجه كان نفسي فيها. الشغل بيغير ولادنا صدقوني 180 درجه. الشغل بيخليهم ان هم واحنا مش موجودين يعرفوا يتعاملوا مع الناس. واحنا مش موجودين يعرفوا اي مشكله بتقابلهم يعرفوا ازاي يحلوها. غير كده بيبقوا اجتماعيين جدا. ده بتبقى فرصه اكتر ان انا بدل ما ابني ما بيعرفش يتعامل مع كل الزمايل معاه اللي في المدرسه او لا،
ان هو لما هينزل الشغل ويتعامل مع فئات مختلفة، بيئات مختلفة، تربيات مختلفة، كل ده هيخليه يعرف ازاي يتعامل بعد كده لما ينزل تاني المدرسة، او لما ينزل يروح بعد كده الكلية، هيعرف يتعامل مع الناس دي كلها. احنا في ايدينا ان احنا نخلق راجل ايجابي، شاب ايجابي بمعنى الكلمة، ان احنا نحفزه، ان احنا لا انا مش قادر اروح الشغل، لا اصحى، انت مهم، انت حاجة مهمة في الشغل، اصحى، لا انت زمايلك هيسألوا عليك. خلينا كده دايما وراهم، ان احنا نحفزهم ونشجعهم، ده ليهم ولينا، ان احنا حقيقي نبقى مش خايفين عليهم، ان احنا نقدر نعتمد على الله ثم عليهم. لو راحوا في اي مكان ما نبقاش ده اتأخر، ده هيتصرف ازاي، طب ما اعرفش ايه. احنا كلنا بنعمل الحاجات دي، وللاسف عشان احنا ما عودناهمش ان هم يعتمدوا على نفسهم، ومش هيعرفوا يعتمدوا على نفسهم طول ما هم معانا. لازم يخرجوا للدنيا، لازم يتعرفوا على الناس، ولازم يتعاملوا مع الناس، ولازم يعرفوا قيمة الوقت ويحترموه، ولازم يعرفوا ان اي فلوس بتتصرف عليهم او اي فلوس بيطلبوها مننا، الفلوس دي احنا بنتعب بيهم. فهم لازم هيعرفوا قيمة حاجة زي كده لما هم كمان هيتعبوا عشان ياخدوا المرتب بتاعهم. صدقوني والله الشغل ده بيغير شخصيتهم 180 درجة. فياريت كلنا بمعنى كلمة كلنا نشجع أولادنا ونحفزهم إن هم ينزلوا يشتغلوا. وزي ما قلت لك، اشتغل شغلانة سهلة ما هياش فيها خطورة. الأولاد كلهم بيحبوا السايبر، انزل يشتغل في السايبر. ليهم في اللبس بتاعهم، لبس الأولاد، انزل اشتغل في محل ملابس الشباب زيك كده اهوت، حتى تبقى عارف اللبس بيتجاب منين. ولو فكرت فيما بعد معاك ميزانية بسيطة أو مبلغ بسيط وحبيت تعمل لنفسك مشروع ملابس، ده جميل جدا. كل الحاجات دي ممكن يشتغلوا على نفسهم هم حتى في الكليات. يعني انت وانت بتشتغل في الأجازة ممكن تعمل لنفسك ميزانية بسيطة تعمل بيها مشروع بقى اللي نفسك فيه. شجعوهم كده، ادوهم افكار. انا بعرف اولاد عندنا في المدرسه والله بميزانيه بسيطه بمعنى كلمه بسيطه ابتدوا يعملوا مشاريع. اللي عملت محل اكسسوارز، اللي عملت محل ملابس، اللي عمل معرفش محل كوتشيهات. دي جميله، والله جميله. لحد كده ما يخلصوا الكليه بتاعتهم يبقوا عارفين احنا هدفنا ايه، احنا هنكمل في الشغل اللي احنا بنشتغله لنفسنا، البيزنس بتاعنا، ولا لا احنا هنروح بقى في اتجاه تاني تبع دراستنا وهكذا. كل ده مش هيحصل غير لو احنا شجعنا اولادنا ان هم ينزلوا يشتغلوا. ابنك مش هينزل يشتغل دكتور او مهندس، ابنك هينزل يشتغل في البداية عشان اعرف قيمة القرش واحترم الوقت، واعرف اعتمد على الله ثم على نفسي، واعرف اتعامل مع الناس. ما بضلش ابني قاعد بينام معرفش الفجر ولا الساعة 5 ولا 6 الصبح، ويصحى لي العصر ولا المغرب عشان يلاقي ماما محضره له الرز بالكوكو وعليه الخضار، ولما يجي يتعامل مع اي حد ما يعرفش يتعامل. يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده عيبت في ابني، انا كده خليت ابني بقى اتب عليا، انا كده ابني انا ظلمته. اوعي تفتكري انك لو عملت كده في ابنك انت كده هننتيه، انت كده ريحتيه، بالعكس والله انت كده ظلمتيه، انت كده ما خلقتيهوش شاب كده شجاع يقدر يتحمل المسؤولية، شاب يقدر يفكر، شاب يقدر يواجه اي حاجة وهكذا. فمن فضلكم من فضلكم مرة تانية، الأبهات والأمهات وأولادي اللي هم لحد تانية ثانوي، من فضلكم لو انت ما كنتش اشتغلت قبل كده، لو سمحت حط خطة لنفسك ان انت ان شاء الله ان شاء الله في الاجازة دهيت هتنزل تشتغل. والله اللي هيشتغل مرة هيلاقي نفسه كل مرة في الاجازة يقولك لا انا هنزل اشتغل، لا انا اكتسبت كذا، انا قدرت احوش مبلغ كذا، لا انا ليا هدف قبل اعمل مبلغ كذا علشان اعمل لنفسي مشروع. عمر ما ده هيحصل وانت قاعد في البيت، عمر ده ما بيحصل وانت كل يوم بتمد ايدك عشان تاخد المصروف من بابا. نهدى شوية على اهالينا، نهدى شوية على نفسنا، ويلا كل واحد فينا ينزل يشتغل، وكل واحد فينا يدور على شغل. هستناكوا كده بقى ان شاء الله، كل واحد فيكم اشتغل حاجة يكتب لي، وكل واحد اشتغل في حاجة لسه محتاجين حد كمان في المكان ده حد يشتغل، نبعت لبعض ونشغل بعض حتى نبقى ظهر وسند لبعض بعد ربنا. هستناكم تكتبوا لي هتشتغلوا ايه وهتعملوا ايه، وخدتوا بعض ورحتوا مع بعض، ولا كل واحد فيكم راح في شغل تاني. ربنا يحفظكم كلكم يا ولادي ويحفظ ولادنا كلهم. سلام عليكم.